بسم الله الرحمن الرحيم. إني الرائد علاء حاتم نايف مزعل علي، أحد ضباط الجيش العراقي، أناشد وأطالب السيد رئيس الوزراء محمد شياء السوداني، أطالبه بمقابلتي ومواجهتي لطرح وشرح ما يحصل داخل المؤسسة العسكرية من كمية الفساد اللي يشيب منها حتى الرضيع. قسم بالله العظيم وبكتابه الكريم جاي يصير يا سيد رئيس الوزراء، يا سيد رئيس الوزراء محمد شياء السوداني، جاي يصير داخل المؤسسة العسكرية كمية فساد أخطر من الإرهاب نفسه على العراق. وهذا الفساد متمثل ببعض القادة وليس الكل. ما راح أجيب أي اسم إلا قدامك يا رئيس الوزراء. اكو مقولة يقول اذا كنت تعلم ان نهايتك الموت فمن العيب ان تعيش جبان. اعرف من بعد هذا الفيديو يا اول شيء للشعب العراقي، وانا يا رئيس الوزراء اناشدك باسم العراق وشهداء العراق انه ان شاء الله هذا الفيديو يوصل لك، وان شاء الله يصير خير. وصل لك ما وصل لك، انا اعرف من بعد هذا الفيديو فتره يوم يومين شهر شهرين انا راح استشهد واقتل. والقتل ما راح يصير عمليه ارهابيه او داعش، لا، معروف من وين. الفاسد داخل المؤسسه العسكريه هو اللي يستهدفني، ما يستهدفني انا كشخص، ما عنده علاقه شخصيه، لا، يستهدف كل صوت حر يعرى الفساد ويعرى الظالم ويعرى الارهاب. هذا ارهاب مقنع داخل المؤسسه العسكريه وكل المؤسسات. فالى كل شباب العراق